النهارده ان شاء الله جايبه لكم الطريقه للكول ريفير بطريقه سهله جدا. النهارده طبعا ممكن تعملي كمان منه طريقه الكول شيل اللي هو انت شايفاه اللي فوق ده شكل مختلف، وفي اشكال كتير للكول ريفير والكول شيل ممكن تنفذيها بنفس الطريقه. خلاص حددي بس انت هتعملي ايه الاول وابداي نمني نفس الطريقه، هتلاقيها سهله جدا معاكي. اولا انا لا في حاجه لازم تعرفيها، لو انت هتعملي بليزر مكثف فانت هتحضري معانا الباترون المكثف بطول البليزر او بطول الجاكيت اللي انت هتعمليه. لو انت هتعملي جاكيت كبير مثلا اللي هو الكوت يعني الواسع، خلاص فانا هعمل حساب ان انا هلبس تاني لبس من تحتيه، فانا بحضر معايا فمش محتاجه ان انا اجسمه، بحضر معايا الباترون المسطح عادي اللي هو بدون بنس. خلاص واحضر باتروني واعرف عرض المرد بتاعي قد ايه. عرض المرد طبعا احنا عارفين ان هو بيتحدد على مسافه الزرار، يعني عرض الزرار قد ايه، فانا بحدد المرد بتاعي قد ايه وشكل كمان الموديل. خلاص انا بحدد عرض المرد وبطلع بحدد المنطقه بتاعه اول الزرار فين، منطقه اول زرار اللي هيبتدي اول زرار فين، وبطلع بالمرد لحد نقطة اول زرار. خلاص وبعد كده بعدل بقى من عند الرقبة، بطلع من عند الرقبة من 1 ل2 سنتي، وده اختياري يعني ممكن ما تعمليهاش، بس الافضل بتعمل راحة جدا فوق في عند الكول. خلاص بوصل منطقة الرقبة بمنطقة اول زرار، وده بيسمى خط الانكسار. خلاص اللي انا بكسر من عنده الكولة. وبعد ما احدد بقى شكل الكول اللي انا عايزاه، هبدا افصل بقى الجزء هنا من عند خط الانكسار زي ما انتم شايفين كده، هفصله بالمقص علشان ابدا ارسم بقى شكل الكوله على البليزر نفسه. تمام. خلاص هحدد الاول الكول ده واصل من عند خط الكتف لحد الكتف قد ايه، يعني اخد من ايوه الجزء ده هنا في المنطقه دي واصل لنص الكتف ولا تلت الكتف ولا تلتين الكتف حسب الشكل اللي عندي. خلاص وانا وببدا احدد المسافه وابدا من عندها ارسم شكل الكول اللي انا عايزاه، لان في في اكوال تانية بتعدي يعني بتلاقيها مغطيه خط الكتف، وانا اخد بالي من الحوار ده ومن المعلومه دي، وابدا ارسم بقى الكول ريفير بتاعي بالشكل، يعني برضو اخد بالي من شكل السبعه دي او الثمانيه المفتوحه ديت شكلها ايه، مفتوحه قوي مقفوله، او ضلعين الفتحه، يعني الضلع اللي فوق الخط اللي فوق هي الفتحه دي ضلعين ليها ضلعين، ضلع فوق وضلع تحت. الضلع اللي فوق مثلا بيكون اكبر او اصغر من الضلع اللي تحت، او الضلع اللي تحت اصغر من الضلع اللي فوق. انا برسم حسب الشكل اللي بيبقى جاي لي، فانا لازم اخد بالي من الحاجات دي كلها. وبعد كده بحضر معايا ورق زبده وبلزقه من عند خط الانكسار بالورق، وبعد كده ابدا اشف بقى شكل الكول اللي انا رسمته، كول شيل كول ريفير اي شكل كول انا رسمته انا بشفه على ورق الزبده. وبعد ما بشفه بقى بحدد معايا، بقيس من على الباترون بتاع الخلف دوران رقبة الخلف مقاسه قد ايه. خلاص وابدأ برضو احدده هنا عندي بعد ما اشوف شكل الكولة من هنا. وبعد بقى ما اشوف منظر الكولا زي المقاس بقى الرقبه اللي احنا اخدناه، انا بطلع عند اخر الكولا من فوق اللي انا شفتها، مش اللي انا رسماها على الكورساج. تمام، خدي بالك كويس جدا، اللي انت رسماها على الكورساج دي خلاص كده انتهت، بعد ما انا شفيت انتهت استخدامها، مش هنستخدموها في حاجه، احنا اللي هنستعملوها اللي هي اللي احنا شفيناها. خلاص واجي من عند الرقبه من فوق بتاعه الامام ومن عند اخر الكتف واطلع فوق مسافة عرض الرقبة بتاعة الخلف. خلاص واجي بقى من عند الرقبة القديمة واطلع منه، يعني بستعمل حوالي 1 سنتي او 2 سنتي اللي انا دخلتهم دولت، بميل بيهم الرقبة شوية، بتديني راحة من عند الكتف، والرقبة بتلف من عند الكولة وهي بتلف من عند الكولة من فوق. خلاص المسافة دي وابدأ احدد عرض الكولة بتاعتي قد ايه، زي ما انا محدداه تحت على الكتف بحددها من فوق وانزل اكمل بيهم بقية الكولا لحد تحت. خلاص وابدا بقى ايه اعمل الرتوش بتاعه الكولا ديت من عند دوران الرقبه القديم دوت، اوصل خط مستقيم زي ما انت شايفاه كده، خط مستقيم علشان الخياطه تبقى معايا سهله، واجي من تحت بس لحد اول الفتحه واعمل دوران خفيف جدا لحد الفتحه اللي عندي، وابدا افصل بقى جزء الكولا ده لوحده ويتقفل. في ناس بقى بتقفله حته واحده من غير ما تفصله، خلي بالك بتعمله حته واحده كده من غير ما تفصله، وفي ناس بتفصله لوحده. خلاص وكده معانا خلصت معلومه النهارده، واشوفكم ان شاء الله في معلومه جديده.
اسيبكم بقى في رعاية الله، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. السلام عليكم. تنجحي في مجال الخياطة افهمي وطبقي كتير، ولو عايزة تنضمي لينا في مجال الخياطة اسألي على كورس الخياطة تتعلمي فيه كل تريكات الخياطة. هتتعلمي معانا من أول احتراف الباترون لحد القص والتفصيل بإيدك أكتر من مرة. مستنيينك معانا في كرييتيف فاشون كورس.